يا نهار اسود، ده الواد قفشه واقف هناك اهو. ده ايه الحظ المنيل ده؟ يعني جاي يشتري من نفس المول اللي انا جاي له؟ يا رب ما يعرفنيش بقى. لو سمحت يا شيخ العرب، ما تعرفش فين اسم التلاجات اللي المول منزل عليها خصم؟ اصل عمال الف من صباحيه ربنا، وكل ما اسال حد هنا بالانجليزي واقول له وير از تلاجات يسيبني ويمشي. مش عارف ايه قله الذوق دي. والله ما ادري يا اخوي. وبعدين انت المفروض تقول وير از ريفريجيتورز، مش وير از ثلاجات. انت كده تتكلم فرنكو مو انجليزي. خلاص يا عم، انت عشان متعلم كام كلمه انجليزي هتتنطط عليا؟ وبعدين الصوت ده والسحنه دي مش غريب عليا. بقولك ايه، انا عرفتك يا معلم، انت زيزو وعامل لي فيها خليجي. بتعمل ايه هنا يا ابني في المول ولابس كده ليه؟ يخرب بيتك يا قفشه، عرفتني ازاي يا ابني؟ ده انا بقالي ساعه بعمل في النيويورك كده علشان محدش يعرفني. اصل كنت جاي اشتري شويه حاجات من هنا، شوبنج يعني، وطلعت من غير ما حد يشوفني. بقولك ايه، ولا شفتني ولا شفتك يا زميلي. عيب عليك يا زوز، ده انا كمان طلعت سلكاوي كده من غير ما حد ياخد باله. قال ايه يا اخويا، عاملين علينا حظر علشان اتهزمنا من بالميراس 2-0. ما كل الفرق بتتهزم، جت علينا يعني؟ وكمان هنبقى في امريكا ومش هنطلع نتفسح؟ طب ده انا كل يوم هطلع اعمل شوبينج لحد ما نروح. لا يا عم قفشه، اهدى على نفسك شويه. ده لو ريفيرو ولا عماد النحاس شموا خبر ان احنا طلعنا وعملنا شوبينج هيمرجحونا، ومش بعيد يحجزونا في اول طياره على مصر ويبعتونا. يا عم اما انا لسه شايف الكابتن عماد النحاس وانا جاي في الطريق داخل محل بتاع خواتم فضة. مش ده اسمه شوبنج برضه؟ ولا هو حلال ليهم وحرام علينا؟ المهم دلوقتي عايزك تشد حيلك شوية في الماتشات، ده مش المستوى بتاع زيزو اللي احنا نعرفه. والله يا قفشه يا اخويا، اللعب في الاهلي حاجه مش سهله. الفلنه الحمرا دي تقيله قوي. انا مش عارف بس ايه اللي جابني هنا. ما انا كنت في الزمالك ومقضيها. ده احنا كنا بنتهزم من بني عبيد ومحدش كان بيكلمنا. انما هنا في الاهلي قال ايه، زعلانين ان احنا تعادلنا مع الفريق بتاع ميسي وسواريز. ده الواحد حاسس نفسه ان هو في حلم 3D. امال انت تحسب ايه يا عم زيزو؟ ده احنا هنا في الاهلي مفيش حاجة اسمها تعادل او هزيمة. الكلمتين دول مش في قاموس الاهلي. هنا ما يعرفوش غير الفوز والبطولات والكاسات والميداليات. غير كده يبقى يا صاحبي تلم شنطتك وترجع من مكان ما جيت. ارجع فين يا عم؟ ده انا اقلع لكم ملطه هنا. ده انا ما صدقت خلعت من الزمالك. سيبك انت مني دلوقتي. انا عايز اعرف حاجه. في ماتش بالميراس بعد ما اديتنا المحاضره، لما الماتش كان واقف وعامل لي فيها جوزيه مورينيو، رايح واقف لي في التسلل يجي ب6 متر وعمال تشاور علشان يدوك الكوره. انت كنت مصطبح ولا ايه؟ يا ابني ده تمويه. انا كنت بعمل كده علشان مدافعين بالميراس يتلموا عليا ويفضوا منطقة ال18 واي حد يدخل يجيب جول. المهم دلوقتي سيبك من الهري ده. انا عايز اجيب تلاجة وغسالة وبوتاجاز بس يكون سعرهم كويس. يا عم هو انت جاي تجهز نفسك من هنا ولا تحسب نفسك في الخليج؟ هاتلك حاجه خفيفه كده يعني ايفون، برفانات، ودانات، مكن حلاقه كده يعني. لا لا، ما تمشيش معايا انا الحاجات دي. انا عايز حاجات كبيرة علشان وانا داخل البلد الناس تشوفني ويقولوا قفشه اهو رجع من امريكا. طب شد حيلك بس ويلا نتكل على الله من هنا علشان نشوف الماتش بتاع بورتو ده. يا باشا عيب عليك، ده بورتو دي حافظها حتة حتة. اصل في واحد صاحب عنده مصيف هناك وكل سنة بروح اصيف عنده، ما تشيلش هم خالص.